الراجل الملياردير اللي هو المدير التنفيذي لشركة كبيرة قرر يهرب من ضغط أهله اللي عايزين يجوزوه غصب عنه، فلبس لبس شحات وقعد قدام مكتب توثيق الجوازات يمكن يلاقي واحدة يحبها بجد ويتجوزها من قلبه. بس بعد ما قعد كتير مستني ما لقاش البنت المناسبة، فقرر يرجع البيت ويوافق على الجوازة اللي أهله مجهزينها له. بس قبل ما يقوم بنت عدت عليه وشافته بمنظره الغلبان، راحت مدياله رغيف عيش وقالت له إنها ممكن تساعده يلاقي شغل بمرتب كويس. الكلمة دي لمست قلبه في لحظة وكان عايز يقولها الحقيقة على طول ويتقدم لها، لكن قبل ما يفتح بقه البنت جريت على حبيبها. بس المفاجأة إن حبيبها زقها بنفور، وبعدها فتح باب العربية بكل احترام للبنت اللي معاه اللي طلعت بنت غنية جدا وهو كان ناوي يتجوزها. البنت ما كانتش مصدقه لأن النهارده كان المفروض يبقى يوم فرحهم، ليه فجأة غير رأيه؟ اللي حصل إن حبيبها أخذ استثمار كبير من شركة ضخمة وبقى من الكبار في السوق وناوي يسيب البنت اللي وقفت جنبه زمان. بس اللي ما يعرفهوش إن الاستثمار ده كان بسبب البنت دي نفسها، لأنها بنت أغنى راجل في المدينة وكانت مخبية هويتها. من 5 سنين عملت حادثة عربية وهو وقتها أنقذها من غير ما يعرف مين هي، ومن يومها قررت تفضل جنبه وتساعده. صرفت عليه من فلوسها وشغلته وحتى اشتغلت دليفري علشان تخبي هويتها، لكن ما كانتش تتوقع إن في اليوم اللي ينجح فيه يبيعها كده.